بث حي ومباشر تشغيل تجريبي لنفق السادات شارع 45. بامان ما فيش على الشارع خلاص بقى لغايه اخره بقى فين عند البرج. ايوه فندم. رابط مع الرصيف التاني رابط. على فكره شكله جميل. انا برضه عشان مقفول انا ما كنتش شايفه. بس الشكل هيبقى جميل وهيبقى كويس كمان للاسر اللي هي بتتمشى. اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية في تشغيل تجريبي لكوبري السادات في نطاق شارع 45 دائرة المنتزه الأول في إطار أعياد الربيع وشم النسيم. يتم الآن تشغيل تجريبي للمواطنين نفق شارع 45 كوبري السادات الجديد. سلمت ده اللي هو الشاطئ. ايوه بالظبط. عليه الزود عليه عشان كويس. بس الممشى ده هايل. والاعمال الديكوريه دي. ايوه طبعا عاملين زي فايبر عشان ما يصديش. لما ما تحصلش مشاكل بتاعت السهل. البرج الثاني خلص خلاص ولا لسه بقى شويه؟ يعني كده البرجين مش زي بتاع كل السنه بس عملوها مش فايبر عشان ما تصديش. حتى لونه من ده كويس. الناس تمشي عليه تحت تجريبي. عشان عيد الربيع وشم النسيم والعيد رمضان هنبدا بقى نعمله تشغيل تجريبي ولا هننتظر؟ لا يا فندم خلاص يعني الناس تبدا تمشي عليه كافتتاح تجريبي. والنفق كله تحت. ايوه يعني خلاص شغال. مع المحافظ يعني عندنا اعياد كتيره جدا النهارده، اعتقد يعني تشغيل تجريبي يعني نفق السادات في كوبري السادات. فنقولي النهارده فندم عن هذا الحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحقيقه تنسيقا وجهاز تعمير الساحل الشمالي اللي هو مطار حسين، وزي ما وعدنا اهلنا في اسكندريه وضيوفنا اللي بيشرفونا في اسكندريه، ده احد المتفرعات اللي جاي من نفق 45. ده الممشى اللي احنا وعدنا بيه اهلنا في اسكندريه. تبقى 50 متر بعرض 6 متر. ممشى رائع الحقيقه على البحر مباشره على طول. الاسر ممكن هنبدا النهارده نعمل افتتاح بمناسبه اعياد الربيع وعيد الفطر المبارك ان شاء الله، على اساس الناس تقدر تستمتع بيه خلال الفتره القادمه. وبرضه بقى نوع من التفقد والتجريبي لاي مشاكل ممكن او اي معوقات ممكن للمواطن او تظهر اثناء الافتتاح ده. زي ما بقول لك ده احد المكتسبات اللي احنا استفدنا منها من خلال نفق 45 اللي احنا عملناه حاليا وبدا انتهى العمل فيه، وشايف السيوله المروريه اللي حدثت في المنطقه كلها، وده حاجه كويسه ان شاء الله. فاحنا بنهنئ شعب اسكندريه وعلى الممشى الجديد، وبنشكر جهاز تعمير الساحل الشمالي ومطار حسين على هذا الانجاز. ازاي يا فندم هيكون اضافه فندم لمدينه اسكندريه، وخصوصا ان في بدايه المشروع كان في شائعات كتيره جدا عن قالوا الشاطئ هتروح فين؟ يعني كان في يا فندم اقاويل كتيره. النهارده يعني المشهد فندم بيعبر عن نفسه. اكيد طبعا الصور والتوضيحيه اللي بتظهر في الافتتاح بتوضح ان الشواطئ بتاعتنا كلها ما نقصدش اي ولا متر واحد حتى. كان بعض الشائعات بتردد والسوشيال ميديا بيردد ان الشواطئ راحت، ان النفق ده هيأثر على مساحه الشواطئ. الكلام ده لم يحدث، وزي ما وعدنا الناس واحنا ما عندناش مشكله ان احنا
بنواجه اهلنا وناسنا ونقول لهم الحقائق اللي موجوده قدامنا. والمشروع لو هو مش ناجح وهيؤدي الى السيوله المروريه كنا احنا هنقول بلاش منه، لكن احنا بنعمل حاجه ونوعد الناس وربنا بيوفق الدوله وننفذها ان شاء الله. خلال وقت قصير يا فندم يعني السيوله المروريه كان الناس بتعاني من السيوله المروريه تحديدا في شرق اسكندريه، ازاي ده يا فندم هيتماشى مع رؤيه الدوله في ظل كل اللي بيحصل من مشروعات كبيره جدا، محور التنميه الحقيقي، شريان التنميه في المحموديه وغيرها من الامور الاخرى؟ لا الحقيقه هو انت بتشدني وتجذبني في الكلام عشان نتكلم عن مشروع الضخم اللي هتستهدفه اسكندريه وبتقوم عليه الدوله خلال الفتره القادمه. من الحقيقه سياده اللواء مختار جاء اوضحه ليا خلال الاسبوعين الماضيين، وهو مشروع توسعه الكورنيش من المنتزه وحتى المحروسه بطول 4 كيلو و400 متر تقريبا، بحيث ان يبقى كل اتجاه 5 حارات. ده طبعا توسعه هائله جدا وكبيره جدا، ودي هتقضي على كل تزاحم مروري في كورنيش اسكندريه خلال الفتره القادمه ان شاء الله. هيعلن عن مشروع، وده بناء على مطالب المواطنين. الحقيقه المواطنين كانوا يعني برضه عندنا تكدس مروري بشكل غير عادي، وخاصه في الفتره اللي هي الذروه او قبل المغرب في رمضان، وطبعا ده لابد ان احنا نتوسع بحيث نقدر نتماشى مع الزياده السكانيه اللي موجوده عندنا خلال السنوات القادمه. رساله يا فندم اخيره بتوجهها بقى لشعب اسكندريه بمناسبه الاعياد كلها يا فندم، يعني حضرتك توجه رساله. كل سنه واهل مصر بخير، واهل اسكندريه خاصه بخير، مسلمين واقباط. اعيادنا كلها بتيجي في وقت واحد، فكل سنه وهم طيبين، واحنا الدوله كلها مسخره لخدمه المواطن في كل مكان. كل سنه وانتم طيبين. هننتقل يا فندم بعد اذنك نشوف الشواطئ يا فندم اللي موجوده والرمال، نسبه الرمال برضو مع حضرتك عشان برضو يبقى احنا بننقل صوره حيه للمواطنين يا فندم. عاوز برضو نستمع بقى لشرح اللواء مختار القائم على هذا المشروع اللي يصنع هذا الرمال بهذا الجهد غير عادي. كل سنه وانتم طيب. مختار بيه، يمكن هنا المساحه الرمليه باينه تماما، وده ردا على كل الشائعات والاقاويل اللي كانت ردت في بدايه المشروع. احنا طبعا احنا بالتخطيط كليه الهندسه، هي دكاتره كليه الهندسه درسوا حركه المرور العربيات وحركه مرور المشاة، فتم انشاء الكوبري، التفكير في انشاء الكوبري المشاة ده لفصل حركه المشاة عن حركه السيارات، بحيث المشاة هم بيتمشوا على رصيف الكورنيش بيكملوا التمشية عادي جدا بعيد عن حركه العربيات حوالين نفق 45، وده النفق ده طوله 250 متر بعرض 6 متر، وزي ما سيادتك شايف كده برضه واخد روح الكوبري الستانلي، سواء في الاضاءه بتاعته، سواء في الابراج بتاعته، سواء في شكل الاسوار بتاعته. يعني سياده المحافظ اكد على استجابه لمطالب شعب اسكندريه بخصوص طبعا. يعني التوسعات، يعني البعض كان قلقان هل هيبقى في توسعه، لان يعني حابين يعرفوا الجزئيه دي من حضرتك يا فندم. لا يا فندم، احنا طبعا الشاطئ زي سيادتك شايف موجود زي ما هو حتى تحت الكوبري نفسه، الشاطئ موجود. حضرتك لو لفيت بالكاميرا ونزلت تحت هتلاقي الشاطئ موجود تحت الكوبري، وحتى مضاء الكوبري من تحت كله بالكامل مضاء بالليل. بيتم الان فندم دراسه عمليه التوسعه، حابين نلقي الضوء عليها يعني استجابه لمطالب شعب اسكندريه. برضه كليه الهندسه برضه بتدرس حاليا توسعه الكورنيش من اول المحروسه لحد المنتزه، بحيث يكون الطريق 5 حارات في كل اتجاه، وان شاء الله برضه هيحل مشكله المرور اللي هي يمكن واضحه قوي اليومين دول قوي، من اول الساعه 2 الظهر لحد المغرب اللي بيبقى الكورنيش مقفول تماما من اول محروسه لحد المنتزه. ان شاء الله التوسعه اللي جايه هتفك بقى المرور، هيبقى الحركه انسيابيه تماما يعني. اتفضل يا فندم. مع المحافظ، يعني هذا الكوبري يا فندم هيبقى اضافه يا فندم للسياحه في اسكندريه يا فندم برضه. اكيد طبعا اسكندريه بلد تتمتع بالسياحه الداخليه والسياحه الخارجيه سواء كانت عربيه او اوروبيه. اكيد الشكل الجميل ده اللي مشابه لكوبري ستانلي بيدينا شكل اللي بنشوفه من بعيد شكل رائع، وده طبعا بيوصف كل حاجه بتتعمل بشكل جميل وبدراسه وبرؤيه يبقى لها تأثير إيجابي على السياحة بأشكالها المختلفة. فندم احنا رفعنا حالة الاستعداد عشان خاطر استقبال كل محب اسكندرية من كل مكان، حابين نطمن مواطنينا برضو وكل عشاق اسكندرية. احنا كل شواطئنا خلاص احنا اخدنا التمام انها جاهزة تماما، عدد الشواطئ سواء في شرق اسكندرية او غرب اسكندرية كل الشواطئ جاهزة لاستقبال ضيوفنا من مصر كلها ان شاء الله،
ويستمتعوا عندنا بقى بالبحر والسياحة الشاطئية. إذا في تشغيل تجريبي يتم فتح ممشى كوبري السادات الجديد إلى المواطنين بمناسبة أعياد المصريين، وكما يظهر في الصورة امتداد رمال شاطئ ميامي الذي أشيعت